بأن الأجهزة الأمنية بتاعنا والشرطية والعسكرية انفرضت علينا فرض. أشخاص مدنيين ما عندهمش أي خلفية بشكل أو بآخر، هم بلطجوا على الدولة الحديثة وفرضوا أنفسهم عليها. خلال ال15 عام اللي فاتوا تشكلت المنظومة الأمنية والعسكرية في ليبيا بنمط مغاير. في العادة الدول، وخلينا نقولوا حسب قناعتنا في علاش أن ليبيا ما زال ما تأسستش كدولة حقيقية في خلال 100 سنة اللي فاتت، بس خلينا نقولوا نحطوا فرضية أن ليبيا دولة. أي دولة تبي تأسس منظومة أمنية أو منظومة أمنية شرطية أو منظومة عسكرية، المفروض بتأسسها هي اللي تتخذ قرار التأسيس بتاعها، وهي اللي تشكل البنيان القانوني والهيكلي له، وتحط الثلاثوبية العسكرية بتاعها، تنظم السيستم هدايا بالكامل بما يتلائم مع مجتمعها وقيمها والتحديات اللي تواجه فيها، سواء كانت عسكرية أو أمنية داخلية. في العادة هذا السيستم الطبيعي اللي تديره أي دولة تفكر أن هي بتأسس منظومتها الأمنية أو اللي هي الشرطية أو العسكرية. في ليبيا خلال ال15 عام وخاصة بعد انتفاضة فبراير، وصحينا لقينا أن عندنا مؤسسات جدا هشة، صورة هيك فيها حاجة كويسة، بس في حقيقة الأمر ما فيش مؤسسة قارة ومبنية، مجرد مغابة السلطة الحاكمة انهار كل شيء. بدينا في تأسيس حاجة جديدة، اتصدمنا بأن الأجهزة الأمنية بتاعنا والشرطية والعسكرية انفرضت علينا فرض. بمعنى أن الناس اللي حملت السلاح في 2011 وما بعدها هي اللي فرضت نفسها على، خلينا نسموها الدولة الحديثة اللي نشأت. شخصيات عسكرية، شخصيات أصبحت عسكرية تحمل رتب ونياشين وصفات جميلة، بس هي ما عندهاش أي خلفية عسكرية حقيقية. هم أشخاص مدنيين، أشخاص خشوا للمؤسسة الشرطية الأمنية الحساسة اللي هي خاضعة للقانون المفروض، واللي هي تحتاج لتدريب وتجهيزات باش إنك تكون عاون أمن أو شرطي أمن حقيقي يطبق القانون ويأمن الناس، مش الناس تخاف منه. لا، هو مهمته يشعر الناس بالأمن. الناس لما تشوفه تحس بالأمان، لأنه هو المفروض بيطبق القانون عليه، مش العكس. الناس تخاف لما تشبع الشرطي أو رجل الأمن. أيضا أشخاص مدنيين ما عندهمش أي خلفية أمنية حقيقية، خاصة في ظل الانفجار المعرفي اللي موجود اليوم في العالم، وأن الأمن أصبح صنعة، أصبح زي الحرفة، وأصبح تخصص وعلوم، ويحتاج لتراكم تجربة علمية ومعرفة وتجربة عملية باش تقدر تتحول لشخص أمني حقيقي يقدر يفرض الأمن وفق القانون. الأجهزة هي أو الأسماء هي اليوم أصبحت أمر واقعي، يعني أصبحت هي اليوم اللي تمثل سواء شرقا أو غربا يعني أو جنوبا، يعني أشخاص مدنيين ما عندهمش أي خلفية بشكل أو بآخر، هم بلطجوا على الدولة الحديثة وفرضوا أنفسهم عليها. احنا عندنا سلاح وموجودين، واحنا اللي بنشكلوا المنظومة. هي منطقيا المنظومة هي ما ينفعش تستمر ببساطة بدون ما يتدخل حد، بدون ما يتدخل يعني أي طرف خارجي مثلا أو هيك. لا، هي بروحها حتسقط زي أي بناء هش. القواعد بتاعها هشة، مش مدعم مليح بالأسمنت وبالطوب، ومش مبني بشكل هندسي حقيقي. فمن لا منطقي المبنى هذا حيستمر، حيمشي لك حالك، حيقعد يعني قائم لفترة معينة. بس أبسط هزة أو أبسط تتكاية بسيطة أو أبسط أزمة حقيقية كفيلة أن هي تسبب في انهيار المبنى، وللأسف الانهيارات هي حتسبب إشكاليات كبيرة للمجتمع الليبي. لهذا السبب نتمنى أن هذا المجتمع يوصل لمرحلة معينة ونفكر كلنا أن كيف ممكن نعيد تعديل، يعني لو قدرنا نعدله قدر مستطاع الأجهزة هذه ونعيد تشكيلها بما يتلائم مع المنظومة الجديدة، مع المعرفة، مع العلم، مش أشخاص اللي هم مش أي عليه. يعني أنا تتخيل أن نجيب مهندس يبيدير له عملية طبية بالتمام. هذا المشهد اللي موجود اليوم، واليوم أصبحنا نشوفه. يعني خلاص كل المؤسسات اللي موجودة اليوم الأمنية والشرطية شرقا وغربا يقودها أشخاص هم حقيقة
ما عندهمش أي خلفية معرفية أمنية أو عسكرية ولا خبرة حقيقية أمنية أو عسكرية. وهذا اللي يخلي ليبيا من أكثر الدول الهشة أمنيا، واللي العالم كله ماهوش واثق حقيقة في أن ليبيا قادرة أن هي تأمن نفسها وأن هي تنطلق لقدام، ولا أعتقد أنها حتكون في تنمية استقرار وازدهار حقيقي لهذه الأرض لطالما منظومتها الأمنية لم تؤسس بشكل حقيقي وفقا للقانون. والمهمة الحقيقية بتاعها هي إشعار الناس بالأمن، مش إشعارهم بالخوف والرعب. ولعل خير.